حبريتا كبور بريزيدنت إساياس أفورقي نتاريخاوي سممع سلام إرتران إثيوبيان بزملكت أبز حلفا ورحب استغستف تصاميتاتن معباليتاتن زتكوري قداماي كفال قال محتت قدام سلست حدار ساعة شمونتنا يمشت مسمع كنات زينا وشتها قركك كايد مخانو نحبر منيستري زينا المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم العناوين، ولكن قبل ذلك ننوه عناية المشاهدين بأن فخامة الرئيس إسياس أفورقي سيجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية في الساعة 8 من مساء اليوم السبت بشأن أحداث وتطورات الأشهر الماضية التي تبعت عملية السلام التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا. مشاهدينا الكرام، نواصل النشرة بأهم العناوين. الاحتفال باليوم العالمي ضد البكتيريا، عقد سيمينار للمرأة في الإقليم الأوسط، نتائج زراعية جيدة في ابن حيلي، تركيا تبدأ دوريات مشتركة مع أمريكا في منبج السورية، الصين تعيد باكستان بمساندتها لمواجهة أوضاعها الاقتصادية، وزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. سينظم في الفترة من 12 وحتى 18 من نوفمبر في كافة أرجاء البلاد الأسبوع الدولي ضد البكتيريا بتنسيق وزارتي الصحة والزراعة للتوعية بالاستخدام السوي للمضادات الحيوية. وسينظم أسبوع ضد البكتيريا برسائل أن أدوية المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض التي تسببها الفيروسات ولا تمنح المضادات الحيوية الممنوحة للآخرين، وأن الأدوية المضادة للبكتيريا لا تعالج جميع الأمراض. وقال مسؤول مراقبة الأدوية والأغذية في وزارة الصحة السيد إياس بحتة أن البرنامج التوعوي الهادف إلى رفع وعي المواطنين بالاستخدام الآمن لدواء المضادات الحيوية سيجري في المؤسسات الصحية والمدارس ووسائل الإعلام وجمعية الصيادلة. وناشد لأخذ أدوية الالتهابات بوصفات الطبيب فقط، موضحا بأن وزارة الصحة ستصدر تعليمات بتنفيذ البدء من عام 2019 لأنواع الأدوية التي يأمر بها المهنيون الصحيين والصيادلة حسب المستويات. من جانبه أوضح مسؤول صحة الحيوان والنبات في وزارة الزراعة السيد أفورقي محلة آب أن المزارعين يستخدمون المضادات الحيوية لعلاج الماشية والتسمين والوقاية من الأمراض، ويتسبب ذلك في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وتعتبر المضادات الحيوية المكتشفة عام 1928 وتستخدم لعلاج 1943 من الأمراض والالتهابات التي تسببها البكتيريا من أهم الأنواع الأدوية إذا استخدمت جيدا في الإنسان والحيوان والنبات، وتتسبب أيضا بأضرار صحية كبيرة لسوء الاستخدام. ويوضح المهنيون الصحيون أن الاستخدام غير الجيد للمضادات الحيوية يعمل لمقاومة البكتيريا للدواء، وهي أخطر مشكلة صحية يواجهها العالم حاليا. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاطسفا ميكائيل سيمينارا في الثاني من نوفمبر لمسؤولات الفروع والهيئة الإدارية في الإقليم الأوسط. وقالت السيدة تخاء في السيمينار الذي ركز على تنمية القيم الوطنية ودور وفعالية التنظيم في المرحلة الجديدة ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، قالت إن مرحلة السلام الحالية نتاج التصدي والصمود القوي للشعب الإريتري، ومن الأهمية تعزيز مساهمة المرأة للحفاظ عليه. وأوضحت أن جهد الحفاظ على السلام يضاهي النضال الذي جرى لتحقيقه، مشددة على أهمية المشاركة الواعية للشعب وخاصة المرأة للحفاظ على السلام الذي تحقق بالصمود والتضحيات كثيرة. وأشارت المشاركات إلى أهمية السيمينار والمواضيع التي تناولها، داعيات لاستمرارية مثل هذه اللقاءات لكل المستويات.
أفاد مزارع مديرية أمن حيلي إلى أن تمهيد وتسميد الأراضي الزراعية قبل حلول موسم الأمطار وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه ساعد إلى جانب غزارة الأمطار للنمو الجيد للمزروعات. وعربوا عن أملهم لحصاد محصول أوفر من العام الماضي وأنهم يقومون بعملية الحصاد توخيا من إفساد الأمطار المتأخرة للمزارع. وذكر مكتب وزارة الزراعة في مديرية أمن حيلي عن وجود مساحة 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية في المديرية، مشيرا إلى أن التنويع الزراعي يسهم في رفع الإنتاج إلى جانب تخصيب التربة وتحمل الآفات الزراعية. تلقى أعضاء وزارة الزراعة من 16 مديرية بإقليم القاش بركة دورة تدريبية من 22 وحتى 31 من أكتوبر المنصرم لرفع إنتاج الألبان واللحوم والعسل والبيض. وأوضح الدكتور تخلص جيتكين مسؤول قسم الثروة الحيوانية في مكتب وزارة الزراعة بإقليم القاش بركة أن الهدف من الدورة زيادة معرفة المهنيين العاملين في هذا المجال لرفع الإنتاج كما ونوعا. وسيقوم المشاركون في الدورة بتدريب حوالي 500 مزارع في مناطق عملهم. وذكر بأن أكثر من 60% من ماشية البلاد توجد في هذا الإقليم، وقد تم هذا العام تطعيم حوالي 1,000,000 ماشية. وأشار إلى أن مكتب وزارة الزراعة وبالتعاون مع شركاء العمل بتركيب معدات جمع وتبريد الألبان في مدن تسني وأقردات لتبدأ العمل قريبا. ويوجد برنامج لتركيب معدات مماثلة في جلوج وهيكوتا وبارونتو. وتشير وثائق مكتب وزارة الزراعة إلى وجود 1,000,000 رأس من الأبقار و3 مليون من الماعز والأغنام و350,000 من الإبل و150,000 من الحمير وحوالي 500,000 من الدواجن وحوالي 2,000 سرب من النحل في إقليم القاش بركة. يقوم مستشفى التكليزان العمومي بجهود فعالة لرعاية الأمومة والطفولة. وأوضحت الممرضة ليال أزار أن تغطية التطعيم بلغت 80% في الأشهر التسعة الماضية، والولادة في المؤسسة الصحية 55%، ومراجعة الحوامل للمؤسسات الصحية 78%. ودعت خلق الأرضية لحصول سكان بكسا وملعدي ونالا على الخدمات الصحية عن قرب لبعدهم عن المستشفى. وأشار الممرض سامي الأسملاش إلى انخفاض الإصابة بالملاريا إلى نسبة 5%، موضحا بأن مديرية التكليزان قاربت لاستئصال الملاريا. ويقدم مستشفى التكليزان الذي يضم 35 سريرا خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم والتحاليل والصيدلة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. في الأنباء العالمية، بدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في منطقة منبج بشمال سوريا بهدف تجنب وقوع مواجهة بين تركيا والأكراد حلفاء واشنطن، لكن تركيا واصلت التهديد بشأن هجوم جديد في منطقة قريبة لسحق الأكراد. ووضع تقدم الجيش التركي في شمال سوريا على مدى العامين المنصرمين القوات الأمريكية في طريقه مباشرة، ويعمل البلدان على تجنب وقوع مواجهة مباشرة بين قواتهما، فيما تسعى تركيا لسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية. ولتجنب نشوب المزيد من المعارك، اتفقت الولايات المتحدة وتركيا قبل 3 أشهر على تسيير دوريات مشتركة حول مدينة منبج على الضفة الغربية لنهر الفرات، في إطار اتفاق انسحب بموجبه أيضا المقاتلون الأكراد من المدينة. وعلى الرغم من تحديد موعد بدء الدوريات المشتركة هذا الأسبوع، أعلنت تركيا شن هجوم جديد ضد الأكراد على الضفة المقابلة للنهر داخل أراضٍ تدعم فيها الولايات المتحدة قوات سورية أو القوات السورية الديمقراطية في قتالها ضد الدولة الإسلامية. وعدت الصين بمساندة الاقتصاد الباكستاني، فيما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان الرئيس الصيني شي جين بينغ على الوضع الاقتصادي الجديد الصعوبة في بلده وسط أزمة مالية متفاقمة. وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في باكستان 42% منذ بداية العام الحالي، وتبلغ الآن 7.8 مليار دولار تقريبا، أو ما يعادل قيمة الواردات في أقل من شهرين.
واجتمع خان مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وقال إنه جاء للصين كي يتعلم. وأبلغ الرئيس الصيني رئيس وزراء باكستان بأنه يقدر للغاية على علاقة الصداقة بين البلدين في كل الأحوال. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني فيما بعد إن الشي قبل دعوة لزيارة البلاد دون تحديد تاريخ للزيارة. وبرغم أن الصين هي أقرب حليف لباكستان، فإن حكومة خان تسعى لإعادة النظر في مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، والذي تعتبره بكين أهم مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق واسعة النطاق. أطلقت الصين قمرا صناعيا لنظام الملاحة بيدو 3، وذلك على متن الصاروخ لونغ مارش 3 بي من مركز شيتشيانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غرب البلاد. وقال كبير المصممين لنظام بيدو إن القمر الذي تم إطلاقه يعد الأول من بين أقمار نظام بيدو 3 الذي يعمل في المدار العالي على ارتفاع 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، حيث سيتتبع دوران الأرض في مدار ثابت ويراقب نفس النقطة على الأرض بشكل مستمر. وأضاف أنه سيتم وضع النظام الأساسي لأقمار بيدو 3 المدارية قيد العمل بنهاية العام الجاري، ليبدأ تقديم خدماته إلى الدول الواقعة على مبادرة الحزام والطريق. ويحمل القمر الصناعي ساعتين ذريتين تعملان بالهيدروجين والروبيديوم، وستلعبان دورا رئيسيا في تحديد المواقع ودقة التوقيت، حيث تعتبر الساعات الذرية الأكثر دقة لمعايير الوقت والتردد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. حبريتا كبور بريزيدنت إساياس أفورقي نتاريخاوي سممع سلام إرتران إثيوبيان بزملكت أبز حالفا ورحب استغسته فتصاميتاتن معباليتاتن زتكوري قداماي كفال قال محتت قدام 3 حدار ساعة 8 تناي مشت مسمع كنات زينا وشتها قركك كايد مخانو نحبر منيستري زينا.